طبعا هاي رسالة أوجهها لأهلي اللي تقولون زينب لو تعوفين التواصل الاجتماعي لو تدرين احنا شو نسوي. شوفوا يا عمري انتو ايش وقت ما يعجبكم تندلون بيتي، وحتى باب ما عندي بالشارع حتى يضايقكم وانتو تردون الطبون، خاف ما افتح لكم الباب، خاف يضايقكم الباب. تدرون انتم بيتي ما بي باب. ها وش وقت ما تردون تعالوا، الله الروح هاي والله ياخذ امانته. فاني ما خاف من تهديداتكم الي. ها ولو شايفة من عندكم محنة مأجرين لي بيت يمكم او معامليني نفس ما معاملين اخواتي اللي عندهن ما وصلت للتواصل الاجتماعي اني، بس اني شفت ضيم من عندكم وهمال من عندكم. 6 سنين اني قاعدة هنا ببيتي وحدي، انام بالمستشفى ايام وليالي ما حد يوصلني للمستشفى. اشكال صار بيا مواقف، حتى يعني طليقة اكل حقي، اكلوا فلوسي، اتكاتبوا وياي على قاع تجاوز، خلوني كل شهر ادفع لهم 200 وهي قاع تجاوز. ما شفت واحد من عندكم سندني. هل معقولة اني عندي اهل سانديني وانا اظل بالتواصل الاجتماعي وشبعانة رزايل؟ معقولة اني هيجي؟ بس الهمال منين؟ الهمال من عندكم انتم. لو مأجرين لي بيت ومسوقين لي ومعايشيني ما فتحت بث ووصلت للتواصل الاجتماعي.